النادي الاهلي يا ساده، النادي الاهلي طبعا زي ما شفنا، النادي الاهلي زي ما ظهر النهارده بيثبت ان هو اقوى من الكاف، واقوى من الحكام، واقوى من اي فريق في البطوله العربيه، ده من وجهه نظري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده على قناه اليوتيوب. في البدايه احب ارحب بجماهير المارد الاحمر، بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه، ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد عن النادي الاهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت، لو مش متابعني اعمل لي متابعه. زي ما قلت ان النادي الاهلي زي ما شفناه النهارده، النادي الاهلي اقوى من الكاف، واقوى من الحكام، واقوى من اي منظومه رياضيه في مصر. وده بان في المباراه، لان انا بغض النظر عن اداء النادي الاهلي في المباراه واداء الوداد المغربي، بس انا من وجهه نظري ان الحكم او حكام الفار بوظوا الماتش. فاولات كتيره تحسبش للاهلي، واللعيبه لعيبه الوداد يعني 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 عنيفه في رد فعلها مع لعيبه النادي الاهلي، والحكم واقف، والحكم برايه. وزي ما قلت عليه برضو اول ما عرفت انه تعين المباراه دي، قلت ان الحكم ده شخصيته ضعيفه، ومش عارف ليه الكاف يعني من اول دور المجموعات، من اول ما طلعنا من دور المجموعات وبدانا ماتش الرجاء في الادوار الاقصائيه، بداوا يعينوا حكام يعني ضعيفه، زي الحكم السوداني والحكم الليبي اللي حكم لنا ماتشين، ماتش الرجاء والماتش بتاع النهارده. وشفنا اداؤه كلنا في الملعب، ولا عارف يسيطر على المباراه، ولا عارف يسيطر على اللعيبه. وفاولات كتيره قوي، اي حاجه بتحصل لفريق الوداد بيحسبها، والنادي الاهلي ما بيحسبهاش. فمن وجهه نظري ان الاهلي اقوى من ده كله، وان شاء الله ان شاء الله هناخد البطوله في المغرب ان شاء الله. النهارده طبعا الاهلي بدا المباراه بالتشكيله المعتاده، وكمان اداؤه في الماتش في الشوط الاول يعني كان سجال لغايه ما جبنا الهدف الاول في الوقت الضايع من المباراه في الشوط الاول. وانا بصراحه يعني عايز يعني طبعا احنا كده كده الماتش صعب، يعني الماتش صعب جدا. لعيبه الاهلي لعيبه يعني عندها خبره في بطوله افريقيا، وكمان الوداد حامل اللقب السنه اللي فاتت، وبعدين الوداد المغربي في البطوله يعني 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 ما نستغربش من النتيجه. طبعا احنا كلنا زعلانين على ان النتيجه 2-1، كان نفضل انها تبقى 2-0 او 3-0، والهدف اللي جه فينا ده زعلنا يعني، وزعل جماهير الكره المصريه عامه او جماهير النادي الاهلي. لكن ما تنسوش ان النادي الوداد فريق قوي، يعني الوداد خرج صن داونز من البطوله، واداؤه في البطوله كان اداء رائع، وهو ده اللي وصله للنهائي. والنادي الاهلي كذلك، النادي الاهلي قوي وعنده خبره في البطولات الافريقيه اكتر من اي فريق بيلعب في بطوله افريقيا. فانا يعني ايه، مش عايزنا يعني تاخدنا العصبيه او التنشنه ان احنا يعني نزعل من النتيجه، بس احنا واثقين في النادي الاهلي طبعا، وواثقين في لعيبه النادي الاهلي، وعارفين ان النادي الاهلي قد المسؤوليه، وان شاء الله هيعمل مباراه قويه في المغرب. ونتيجه زي ما قلت يعني ما فكرش فيها كتير، النادي الاهلي قوي ونادي الوداد قوي، يعني فرقتين اقوياء، فالنتيجه هتبقى سجال ما بينهم هما الاثنين، في اذا كان في الماتش اللي في مصر او المباراه هتتلعب في المغرب. احنا كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي والمدير الفني، وكلنا ثقه ان احنا ان شاء الله هنتخطى المباراه القادمه. و انا كان كل تعليقي، وانا بصراحه كنت بتفرج على الماتش، كنت غضبان جدا من اداء الحكم، وربنا يستر من الحكم اللي هيدير النهائي ان شاء الله. ويا ريت، انا عايز بس اللعيبه ما تركزش مع الحكم، وتخليها تركز انها تكسب المباراه. بس شغل الحكام ده احنا عارفينه، شغل الكاف والتعيينات بتاعتهم الضعيفه احنا عارفينها، بس احنا واثقين في لعيبتنا وواثقين في المدير الفني، وان شاء الله هنتخطى
عقبة الوداد في المغرب، وإن شاء الله نحتفل كلنا في قلب المغرب. أنا مش هتكلم كتير النهاردة غير على مباراة النهاردة، وده كان تعليقي على مباراة الأهلي والوداد المغربي. النهاردة الأهلي أدى مباراة كبيرة بغض النظر عن الهدف اللي دخل فينا، وطبعا عايزين ما نغفلش مصطفى شوبير. مصطفى شوبير هو مستقبل النادي الأهلي، وإن شاء الله بأدائه النهاردة يطمن إن النادي الأهلي عنده حارس مرمى كفء، والميزة إنه ابن من أبناء النادي الأهلي وابن أسطورة زي أحمد شوبير. فعايزين برضو يعني حاجة يعني تفرحنا في المباراة النهاردة هو أداء مصطفى شوبير في المباراة. وإن شاء الله طبعا أنا مش هوصي جماهير النادي الأهلي كل الدعم من الجماهير المارد الأحمر للنادي الأهلي وفريقه وللمدير الفني مارسيل كولر. وإن شاء الله زي ما قلت إن شاء الله هنعمل مباراة كويسة في المغرب، لأن احنا مؤهلين وعندنا خبرة في أفريقيا. في النهاية بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة، وزي ما بقول كل مرة قناة المارد الأحمر للأهلي وللأهلوية. سلام.